السلام عليكم. اليوم غنشارك معكم هاد لاصالات ديال الحجم العائلي تعمروا بها الطابله ديال الفطور ديالكم اذا جا عندكم الضياف. خديت هنايا الروز، ضفت عليه علبه ديال الطون، 2 معالق ديال المايونيز، شويه ديال زيت العود، الابزار، الملحه، شويه ديال المايز ولاصوص حسب الذوق ديالكم. من بعد عمرت بها الزليفات ديالي بحال هكا وقلبتهم فوق الطبسيل ديالي، وشويه د الخيزو من بعد ما حكيته بحال هكا حطيته على شكل دوائر. الخس والخيار والمطيشه، بامكانكم تضيفوا الباربه والبطاطا مسلوقه. انا هنايا فضلت انها تكون خفيفه بحال هكا. درت البيض مسلوق على شكل دوائر، وداك البيض ديال البيض اللي بقى لي هكا قطعته حطيته بحال هكاك، رشيته هكا شويه بالخشخاش باش يعطي واحد الجماليه هكا خفيفه. وحطيت هنا كوردون درت فيه لا دين فومي. كيف ما قلت لكم بامكانكم تضيفوا اللي حبيتو في هاد لا سالاد وتشكلوا فيها كما بغيتو. جربوها راه كتجي لذيذه وبالصحه والراحه.